في شركات بتبيع منتجات وشركات بتبيع خوارزميات متغطية بمنتجات. الفرق بين الاتنين هو اللي بيحدد مين هيعيش ومين هيختفي. احنا مش في نهاية موسم، احنا في لحظة الفرز التاريخي للاقتصاد العالمي. في شركات قضت سنين بتبني اسمها وضاعت في شهور، وشركات بدأت النهاردة وهتسيطر على السوق بكرة. الفرق مش في راس المال، الفرق في العقيدة الرقمية. احنا مش في نهاية الموسم، احنا في بداية سباق للبقاء. النتيجة سهمهم في ال10 سنين اللي فاتت اتفوق على جوجل وابل ومايكروسوفت في نسب النمو. التحول الرقمي هنا كان طوق نجاة، حول تجارة تقليدية لإمبراطورية بيانات. خليني أصدمكم بالحقيقة دي. في سنة 2008 سهم شركة دومينيز بيتزا كان بينهار وقيمته أقل من $3. إيه اللي أنقذهم؟ مش إنهم حسنوا طعم البيتزا بس، دول قرروا يتحولوا لشركة تكنولوجيا تبيع البيتزا. ابتكروا نظام Anywhere اللي بيخليك تطلب بإيموجي أو بكلمة واحدة لإليكسا، وربطوا كل ده بنظام تتبع لحظي بيخلي العميل يشوف حرارة الفرن من موبايله. التحول الرقمي مش إنك تشتري أجهزة، ده إنك تغير نموذج العمل بالكامل. لازم تعمل 3 حاجات: الوصول بلا احتكاك، العميل يوصل لك في ثانية وبدون مجهود. تاني حاجة الشفافية الرقمية، العميل يشوف كواليس خدمته لحظة بلحظة. تالت حاجة اتخاذ القرار بالأرقام، مفيش كلمة أنا حاسس، في كلمة البيانات هي اللي بتقول. وعشان تبني إمبراطورية في اقتصاد المستقبل محتاج 3 خطوات مفيش غيرهم. أتمتة العمليات RPA، أي مهمة بتتكرر أكتر من مرتين لازم يقوم بيها كود برمجي مش بشر. تاني حاجة سيادة البيانات، شركتك لازم تكون منجم معلومات بيحلل سلوك العميل قبل ما يطلب. تالت حاجة المرونة السيليكونية، يعني بنية تحتية بتسمح لشركتك تتوسع 10 أضعاف في يوم واحد بدون ما تنهار. التحول الرقمي مش مشروع بتخلص منه، ده نظام تشغيل جديد لعقلك ولبزنسك. في إنجاز اتعلمنا إن التكنولوجيا خادم مطيع لكن سيد قاسي. لو ما سبقتش بخطوة هتلاقي نفسك بتدفع ضريبة الجهل التقني من أرباحك وسمعتك. المستقبل ما بينتظرش حد، والمكان المحجوز في القمة هو اللي بيعرف يطوع الخوارزمية لخدمة الإنسان. السؤال الأخير في الموسم ده، أنت لسه بتسأل إيه اللي هيحصل ولا بدأت فعلا تكتب المستقبل؟ وهل بيزنس شركتك لسه شغال بالورقة والقلم ولا بقيت شركة تكنولوجية في مجالك؟ أنا مصطفى شحاتة، ودي كانت دقيقة غيرت مفهومك عن المستقبل.